السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ياسين، والنهارده جايب لكم موضوع مهم جدا ومفيد لاي حد عايز يبدا يتعلم برمجه او حتى مطور عنده خبره وبيسال نفسه يا ترى ايه اكتر المجالات المطلوبه في 2025. النهارده هنتكلم بشكل تفصيلي جدا عن اهم 10 مجالات في البرمجه، ايه مستقبلها وليه الشركات بتطلبها وازاي تبدا تتعلمها خطوه بخطوه. الفيديو ده مهم جدا لو عايز تحدد طريقك وتبني خطه تتعلم بيها صح وتوصل للمستوى يخليك مطلوب في سوق العمل. ويلا بينا نبرمجها صح. الجزء الأول، ليه لازم تعرف ايه المطلوب؟ قبل ما نقول المجالات نفسها لازم نسأل سؤال، ليه مهم انك تعرف ايه المطلوب؟ ببساطة سوق البرمجة بيتغير بسرعة رهيبة، اللي كان مطلوب في 2015 مش هو نفس اللي مطلوب دلوقتي. شركات كتير بتركز دلوقتي على مجالات زي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير التطبيقات السريعة. ولو انت مش ماشي مع الترند ده ممكن تتعب وتذاكر وتدرب وفي الآخر ما تلاقيش شغل. عشان كده لازم تعرف الاتجاهات وتتعلم عليه طلب. الجزء التاني عندنا المجالات المطلوبة في 2025. المجال الأول معانا النهاردة هو الذكاء الاصطناعي ال AI وتعلم الآلة Machine Learning. الذكاء الاصطناعي هو الملك دلوقتي، شركات من أول جوجل لحد ستارات أب صغيرة بيحتاجوا مهندسين AI. المجال ده بيشمل معالجة اللغة العربية والرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات والتنبؤ. لو عايز تبدأ فيه اتعلم بايثون وكمان جوه بايثون في مكتبات كتير، وتعلم أساسيات الرياضيات زي الجبر الخطي والاحتمالات. تاني مجال معانا النهاردة هو تطوير تطبيقات الهواتف. مفيش حد دلوقتي ما بيستخدمش تطبيقات على الموبايل، من طلب أكل لحجز أوبر لتعلم أكل بالموبايل. المجال ده هيفضل مطلوب خصوصا مع ظهور تقنيات جديدة زي التطبيقات الهجينة. ابدأ بفلتر لأنه مطلوب جدا وبيشتغل أندرويد وآي أو إس مع بعض. المجال التالت معانا النهاردة الأمن السيبراني. كل يوم في اختراقات وتسريبات بيانات، أي شركة دلوقتي لازم تعين متخصصين في الأمن. لو حابب المجال اتعلم أساسيات الشبكات ونظم التشغيل خصوصا لينكس، وبعدها خش على أدوات وظائف مش بس مطلوبة، كمان راتبها عالية جدا. ندخل على رابع مجال وهو تطوير الويب. ورغم ان المجال ده قديم لكن لسه مطلوب جدا، الشركات عايزة مواقع سريعة متجاوبة وأن التقنيات الحديثة المطلوبة دلوقتي زي الفرونت اند والباك اند وحاجات تانية كتير. المجال الخامس معانا النهاردة الذكاء الاصطناعي التوليدي زي تشات جي بي تي، ميتا اي اي والحاجات اللي شبه دي. ده المجال اللي عامل ضجة رهيبة دلوقتي. لو عايز تدخل فيه تعلم اساسيات ان اي ال بي وطرق بناء الشات بوتس. الشركات بتدور على مطورين يعرفوا يدمجوا تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم. سادس مجال معانا النهاردة البلوك تشين. حتى لو العملات الرقمية بتطلع وتنزل، البلوك تشين كتكنولوجيا لسه مطلوبة. شركات بتستخدمها في التمويل، العقود الذكية وإدارة البيانات. لو عايز تبدأ تتعلمها اتعلمها دلوقتي عشان المجال ده مطلوب جدا. ندخل على المجال اللي بعديه وهو تحليل البيانات. البيانات بقت هي الذهب الجديد. أي شركة دلوقتي عايزة تعرف عملائها بيحبوا ايه، بيشتروا ازاي، بيتصرفوا ازاي. المطلوب دلوقتي زي بايثون وأدوات زي باور بي اي. المجال ده مناسب للي بيحب الإحصاء والتحليل. إنترنت الأشياء، تخيل بيتك كله متوصل بالموبايل، التكييف، الغسالة، الإضاءة، ده هو إنترنت الأشياء. شركات بتدور على مبرمجين يعرفوا يربطوا بالأجهزة بالإنترنت. محتاج تتعلم بايثون وسي بلس بلس وتفهم هاردوير شوية. المجال التاسع معانا النهاردة الواقع الافتراضي ال VR والواقع المعزز، خصوصا مع مشاريع زي حاجات كتير الألعاب والتعليم والطب، كله هيحتاج VR. ابدأ بيونيتي أو وتعلم سي شارب أو سي بلس بلس. العاشر مجال معانا الأتمتة والديف أوبس. الشركات عايزة تسرع عملية تطوير ديف أوبس، بسبب الفرق إنها تبني وتطلق تطبيقات بسرعة. المطلوب سي دي تولز ودوكر وكيوبرمنت اس اي. اللي بيتقن المجال ده بيبقى أساسي في أي فريق كبير. ازاي تختار المجال المناسب ليك؟ ممكن تسأل نفسك طب أبدأ بإيه؟ الجواب على نفسك ده على حسب اهتمامك. لو بتحب الذكاء الاصطناعي ابدأ ب AI.
لو بتحب التصميم والUI خش ويب أو موبايل، ولو بتحب الأمان والمغامرة سايبر سكيورتي، ولو بتحب التكنولوجيا الجديدة ويب 3 أو VR. الخلاصة يا شباب، المجالات اللي قلناها هي أكتر المجالات المطلوبة في 2025، وممكن تفضل لسنين جاية كمان. أهم حاجة تبدأ وتحدد هدفك، وما تحاولش تتعلم كل حاجة مرة واحدة. ركز على مجال واحد لمدة 6 شهور أو لسنة، وهتلاقي نفسك فتحت لنفسك باب رزق كبير جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتبولي في التعليقات ايه أكتر مجال صدق وعايز تبدأ بإيه. سلام.